إنه قدر لبناني في كل عرس له قرص، فاحتمال وجود لبنانيين على متن الطائرة التي تحطمت في كولومبيا فجر الثلاثاء تأكد بعد ورود اسم الطبيب اللبناني مارسيو بستاني خوري على لائحة الضحايا الثمانين للطائرة. خوري ابن ال44 عاما، وهو رئيس الدائرة الطبية في فريق شابيكو كوينسي البرازيلي لكرة القدم الذي قضى معظم أفراده بالحادثة. ولد في البرازيل من أب وأم لبنانيين، ويقيم منذ 10 سنوات في مدينة شابيكو في الجنوب البرازيلي، موطن فريق شابوكوينسي الذي أعلن رئيس بلديتها الحداد طوال شهر حزنا على قتلاه. وفي تلك المدينة أصبح خوري طبيبا للفريق، وتزوج من برازيلية وأنجب ابنتين عمرهما 11 و6 أعوام. وفي المعلومات أن عائلة إليو البستاني أي والد الطبيب هاجرت منذ أوائل القرن الماضي إلى البرازيل، إلا أن إليو البستاني وهو عالم اجتماعي انفصل عن زوجته اللبنانية التي كان أنجب منها طفلين وهما مارسيو وابنة أخرى، ثم تزوج بفتاة برازيلية وأنجب منها أخ غير الشقيق للطبيب القتيل. دكتور خوري شارك فريقه الرياضي رحلته الأخيرة، فقضى على متن الطائرة البوليفية في أدغال كولومبيا. لم يكن هذه المرة قادرا على تقديم لزملائه في الفريق المساعدة الطبية اللازمة كما كان يفعل على أرض الملعب. العطل الكهربائي أو الأحوال الجوية أو مهما كان سبب سقوط الطائرة، فإن أواخر تشرين الثاني سيبقى سوداويا على اللعبة الشعبية الأولى في البرازيل.